اهلا اهلا اصدقاء قناة معمرو. جه بقى الفيديو اللي انتوا بتحبوه كلكم، الفيديو اللي دايما الناس بتطالبني بيه، فيديو الحمام. الحمام من الحاجات الجميلة جدا اللي بتطلب مني، وهي فعلا بتبقى اكتر مشاهدات عندي على القناة. فيديو النهارده بس هوريكم شوية حمام كده عندي والكلام من ده، ويا ريت يا ريت يا ريت لو حد بيفهم او في تربية الحمام يقول لي ليه الحمام عندي الزغاليل ضعيفة جدا، وغير كده كمان ان هي بتموت، يا اما يموتوا الاثنين يا اما واحد يموت واحد يستنى. والله عشان انا لسه مبتدئة في الحمام، في تربية الحمام يعني، فانا مش عارفة ده بيبقى نتيجة ايه. هل سوء في التغذية اللي انا بحطها، ولا ده مرض في الحمام بيجي نتيجة المواسم، ولا ايه بالظبط؟ يا ريت يا ريت تكتبوا لي في التعليقات بتاعتكم ايه الاسباب اللي بتخلي الحمام يموت مني ويبقى ضعيف. ويا ريت لو في وصفات لاي حاجه تقولوا لي عليها. زي ما انتم شايفين كده، ده جزء من الزغاليل بس واحد فضل والتاني مات، ونفس المكان التاني واحد برضو فضل والتاني مات، مش عارفه نتيجه ايه والله. لو حد يعرف بجد الحاجات دي بتبقى نتيجة ايه، يا ريت يقول لي او يكتب لي على العلاجات اللي المفروض الحمام ياخدها في الوقت ده. الفيديو النهارده مختلف، ايوه مختلف، مش حمام بس، لا ده انا كمان في مناظر جميلة زي مناظر النيل والارض الزراعية والحاجات الحلوة اللي بتطلب مني الطبيعة بمعنى اصح. وكمان نفسي اعرف ليه الحمام بيعمل حركة دائرية ما بيطلع في السماء، نتيجة ايه الحركة الدائرية دي؟ ودايما بلاقيها ودايما يعني بشوفها كده، فانا عايزة اعرف هي بتبقى ليه الحركة دي بيعملها الحمام. انا مش هطول عليكم في الكلام النهاردة، وهسيبكم تستمتعوا بالفيديو. بجد الفيديو للنهاية رائع جدا وجميل جدا جدا جدا. جميل طبعا بوجود الحمام والمناظر الطبيعيه اللي بتطلب مني دايما، اللي احنا عايزين نشوفه منظر النيل والارض الزراعيه والخضره اللي فيها وكده يعني. بما انكم حبيتوا الحمام، هيبقى فيه فيديوهات كتير عن الحمام. يعني هتكلم عن تجربتي معاه، وكمان تنقلوا لي الخبرات بتاعتكم، وهستناكم دايما في قناتي. ويا ريت كده الاشتراك والتعليقات الجميله. يلا سلام عليكم.